المشكلة ملخصها: ذهبت زوجتي لزيارة إحدى جاراتها من باب المودة والصلة والرحمة، وبعد يومين فوجئنا بدعوة من هذه الجارة التي زارتها زوجتي تقول لزوجتي: نريد منك أن تتوضئي ونأخذ منك ماء الوضوء لأنني مصابة بورم في ساقي وأظنه حسد. فقامت زوجتي في الحال وتوضأت وهي لا تعلم عن هذا الأمر شيء، وجاءتني وهي تبكي من هذا الأمر، ولأول مرة يحصل لها هذا الأمر. فذهبت إلى جاري وقلت له: يا أخي ما الأمر؟ قال لي بأن زوجتي محسودة، وأخذنا ما من كل من دخل عليها، وقال بأن هذا الأمر وارد، وذكر لي عن حادثة سهل بن حنيف عندما صرعه عامر بن ربيعة التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال يا سماحة الشيخ: هل من علاج الحسد أن نأخذ ماء الوضوء من الحاسد مع العلم بأن الحاسد غير معلوم؟ وهل الأسلوب التي تعاملت به هذه الجارة مع زوجتي صحيح بدون علمي؟ جزاكم الله خيرا. العين حق كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقع العين من المرأة والرجل إذا رأت المرأة ما يعجبها من جارتها ومن غيرها قد تقع العين، وهكذا الرجل قد تقع منه العين لأخيه ولجاره ولغيرهما. فإذا طلب الرجل أو المرأة من الشخص الآخر أن يتوضأ له فلا حرج في ذلك، والحمد لله. قد تقع العين بغير اختيار الإنسان، فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا، فإن العين حق وليست باختيار الإنسان، قد تقع منه بغير اختياره، ينظر إلى شخص ويعجبه فتقع العين، يعجبه وجهه، يعجبه مشيه، يعجبه غير ذلك، فتقع العين إما مرض في رجل أو في رأس أو ينصل الإنسان مريض أو ما أشبه ذلك قد يقع. فإذا قال الرجل لأخيه: توضأ لي أو اغسل لي وجهك ويديك، أو قالت المرأة لأختها بالله: أصابني كذا وأخشى من شيء وقع منك بغير اختيارك، أسلوب حسن: توضئي لي أو اغسل لي وجهك ويديك وأعطني لعل الله يشفيني بذلك، كما وقع لسهل بن حنيف وعامر بن ربيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر عامر أن يغتسل لفهد، أن يتوضأ لفهد فصب عليه الماء، يتوضأ عليه فصب عليه وشفاه الله. فالمقصود أن العين حق ولا حرج في أن يقول الإنسان لأخيه أو تقول مرة لأختها بالله: اغسلي يديك أو وجهك أو توضئي، حتى يصب على من يظن أنه مظلوم من أصابته العين، ولا حرج في ذلك، ولا ينبغي أن يتكدر من قيل ذلك، فإنه ليس باختياره، فالعين تقع بغير الاختيار. نسأل الله للجميع.